تخيل تغترب وتكون مغترب داخل أمريكا وتضيع حياتك وأنت مغترب، وتحرم نفسك كل ما هو جميل، القات والتخازين والأهل والأصحاب ولمة الحبايب، وتجمع الريال فوق الريال، تروح لليمن علشان تشتري أرض تأوي بها أطفالك وأهلك وحبايبك داخل الأرض هذا وتعمر، ويجي لك واحد متهبش هو أخوته ويقتلوك داخل الأرض، وأنت وانسابك ويغدروك غدر، وأنت حتى ما أنتش مسلح. مغترب يا أخي، المغترب لا يروح وطافح، والله العظيم ما هو خوفا أو عجزا من المغترب أنه يفعل مشكلة أو يقتل أو يتسلبط، بالعكس المغترب ضابح مشاكل لا أنا، ولكن هو لا يروح البلاد يرتاح، لا يكلم نفسه وقال أنا لا جعجع ببلاد الناس طول عمري، أنا روح بلادي يفتهن وارتاح أنا وأطفالي بين الأمن والأمان، ويروح يقتل. هذا ما حصل للزيادي داخل الحوبان، يعني قتل هو 2 من أنسابه من بني الحجاجي، الله يرحمهم ويتقبلهم ربي عنده من الشهداء. فنحن نطالب الحكومة وكل الجهات المختصة وكل الناس العقال والأعيان والناس المنصفين أن ينصفوا هذه القضية وهذا الأشخاص الذي انظلموا ظلم ظلم. فالمتهبشين زادوا على المغتربين، والمغتربين هم مشهم عاجزين، ولكن ضاقت عليهم الدنيا، شابعين مشاكل بالغربة، شابعين يعني من الصياحات داخل الغربة، ويروحهم مع الوطن وجاي يساعد الأهل والحبايب والأصدقاء، وتكون هذا النتيجة. والله شيء يقهر يعني صراحة.